السلام عليكم من حلقة جديدة. النهاردة أنا جاي لكم مفاجأة جميلة هتعجبكم. المفاجأة دي أنا بعمل سيرش كده، كان في واحد بقدم له على الجامعة. فالجامعة دي أنا اوريدي قدمت لواحد قبل كده يعني. والجامعة دي جميلة أوي يا جماعة، اسمها روان يونيفرسيتي. فالجامعة دي بتعمل لك عرض جميل جدا. هي أصلا بس خلينا نقوله كده، خلينا مع بعضينا كده، تعالى نشوف ايه التويشن دي بكام. بص يا معلم، هنا السمستر كله ب 13 13 ونص. تمام. دي بالنسبه اللي هو ايه، احنا اوت ستيت عشان احنا اصلا بره خالص. وطبعا هنا الان ستيت بتتكلم في 8000 وحاجات. تمام، احنا مالناش دعوه بدي، احنا بنتكلم على ايه النقطه الحته اللي تحت دي اللي هي 13700، دي المصاريف بتاعه السمستر. بص الجمال بقى هنا بتدفع بالسمستر كله. فانت هنا لو انت اخدت 12 كريدت او 17 كريدت فهتدفع نفس المبلغ، ال 13000، مش هتدفع اكتر من كده ولا اقل. تمام. وفي طبعا بقى ايه، ممكن المصاريف دي مش هتخف طبعا، يعني ان هي ال 11000 اصلا كلهم للتويشن، وديك بقى شويه فيز. لازم تدفع الانشورنس بتاعك، ولازم تدفع الجفرمنت فيز، وتدفع اللايف فيز والسيرفيس فيز، كل ده لازم تدفعه غصب عنك للاسف يعني. ف بس مش دي المفاجأة. تعالى اوريكم المفاجأة فين. المفاجأة هنا ان الكلية دي بتعرض عليك عرض جميل جدا. بتقول لك ايه، انت لو قدمت معانا قبل يوم 31، قبل 31 واحد للسمستر بقى، لا طبعا اللي هو بتاع شهر 9، بتعمل لك حاجة جميلة قوي. بتديك يا معلم منحة. بتديك منحة. استنى اوريكم. هنا بتديك منحة، بتقول لك هنا اهو، لو قدمت معانا قبل يوم 31 واحد بتديك منحة آه، ممولة. هوريكم بكام دلوقتي. بس ده بيقول لك ايه، والمنحة دي معاكو. المنحة دي بتفضل معاك للاربع سنين بتوعك لو انت الجي بي اي بتاعك اعلى من 2.5. تمام. طب بكام بقى المعلمة دي؟ تعال نشوف يا معلم مع بعضينا. هنا اهو international student scholarships. تمام. دي بالنسبة للناس اللي هي بتقدم لأول مرة. تمام. اهي مع بعضينا اهي. بص يا معلم، بيقول لك الروان يونيفرسيتي انترناشونال سكولرشيب. الانترناشونال بيزد سكولرشيب رينج $1000 ل $19000 في السنه. واخد بالك معايا، من $1000 ل $19000 في السنه. ففي الوقت ده انت محتاج ان انت تقدم بسرعه جدا. فقبل يوم 31 واحد يا جماعه، قبل يوم 31 واحد اهو خبر مهم. قبل 31 واحد تقدر ان انت تقدم في رومان يونيفرسيتي وتاخد سكولرشيب. فحاجه جميله جدا، هتدفع 5 6000 وانت في جامعه لمده 4 سنين. بس انت لازم تحافظ على 2.5 جي بي اي بتاع كل سمستر. الموضوع مش صعب، الموضوع كويس جدا، ده قليل اصلا. كويس ان هي مديك الحاجه دي. آه بس فابداوا يا جماعه قدموا. وفي كمان هي بتوفر ان انت تقدر ان انت تقدم على الباث ويز، يعني تقدر تقدم على كونديشن ادميشن من غير لغه، من غير ايلتس، من غير توفل، من غير اي حاجه. تقدر انت تقدم عليها وان شاء الله هتاخد السكولرشيب برضو. بس قبل الميعاد المحدد اللي احنا قلنا عليه. بس انا بقول ان الايلتس والتوفل بتعلي فرصك في السفاره، بتبقى انت رايح. وعلى فكره السكولرشيب، وانت بتاخد سكولرشيب وانت في السفاره بتعلي فرصك برضو في القبول، ان هي بتشوفك مجتهد. ف ركزوا يا جماعه في الكليه دي. الكليه دي جميله جدا، واصلا من اقوى الجامعات يعتبر في نيوجيرسي. ف مستنيكوا، اللي محتاج اي مساعده، محتاج يقدم، انا معاه. وان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم.